السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوان اخوات، نتمنى القاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. جيت اليوم نشارك معكم لي سيكار اولا لي نيم بالبطاطا والفرماج. كما كتشوفوا معايا عندي جوج بطاطات كبار مسلوقين، وعندي هنا الفرماج، وعندي الملحه والابزار، شويه الكوزه على حسب اللي كيبغيها، شويه ديال الزبده حيوانيه، وعندي هنا الزيت، وعندي الدقيق والماء والورقه ديال البسطيله. كما كتشوفوا معايا غادي نحكها عوض ما نمعسها، غادي نحكها وغادي تشوفوا معايا كيفاش. صراحه ساهلين. هنا صايبتهم هذه ماشي 2 الليل تقريبا، دغيا قديتهم، ما فيهمش تماره، ما فيهمش الروينه. كنحكوا البطاطا ديالنا، من بعد كنكملوها، كنديروا معها العطريه ديالها، ونديروا مع العطريه اللي بغينا، اللي كتعجبو شي عطريه ديالها، ونديروا معها الفرماج ونخلطوا كلشي. اللي بغى يزيد الربيع يزيد، واللي بغى يزيد قزبور يزيد، اللي كتعجبو شي حاجه يزيدها. كيجيو صراحه زوينين وكتخرج كميه، لان انا عندي هاد الورقه البسطيله تقريبا قل من نص كيلو، لانني صايبت بها البسطيله وبقات ليا، صايبت بها البسطيله صغيره وبقات ليا صافي، قلت نصايبهم. انني حكيت عليها شويه ديال الزبده سبيسيال، كتعطي واحد المذاق زوين. خلاص البطاطا كتعجب الوليدات، كتعجب الصغار وكتعجب الكبار. كما كتشوفوا معايا الفيديو راه شارح راسو، ما نحتاج ما نقول لكم، وسهل من الفوق، ساهل دغيا يوجدوا. كتوجديهم كديريهم في هذا في لاطا، وتحطيهم في الفريكو حتى كيشدوا راسهم. كتجمعيهم كل مره على حسب عدد الافراد، كل مره كتجبدي داكشي اللي محتاجه وتقليه، ولا ديريه في الفران وتحطيهم للفطور. زوينين، كيعاونوا كمرافقه للفطور وهذا، لاننا حنا راكم كتعرفوا العيالات كيكونوا مشغولين عند الفطور، يعني كنفرحوا ملي كتكون شي حاجه واجده تكون مرافقه لداكشي اللي حاطينه مع الفطور. ورمضان هو شهر الشهوات، واخا هو اصلا شهر العباده ماشي شهر الماكله، ولكن حنا في رمضان كنتشهاو وكنبغيو شحال من حاجه، ما كنبغيوش اي بحال اللي كان، يعني واخا تكون غير ديك الخضره كنديروها شلاضه ونديرو هادي ونديرو هادي، ماشي بحال الايامات العاديه. كنحركوا البطاطا ديالنا هي والعناصر اللي درنا معاها حتى كتجانس مزيان. البطاطا كتكون بارده صافي، من بعد كنزيدوا عليها داك الفرماج حتى هو كنخلطوه، ونجيبوا الورقه البسطيله ديالنا كنقطعوها على 4. كل ورقه كتخرج لينا 4 ديال لي سيجار او لي نيم، وكنديروا ليهم كندهنوا بالزيت، ونديروا المقدار ديال الحشوه اللي بغينا ونسدوها. وهانتوما كما كتشوفوا الفيديو شرح راسو، قلت نشارك معكم. صراحه ساهلين وزوينين، كيعجبوا الوليدات وحتى الكبار. نتمنى ما تنساونيش من اللايك ديالكم. الناس القدام راكم مالين الدار، الناس الجداد مرحبا بكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم وتجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله.
هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنسوناش من اللايكات ديالكم، ونتمنى تعجبكم. هذا الفيديو راه خفيف ظريف، ما فيهش شي حاجه كثيره. والسلام عليكم ورحمه الله.